لأنه يحظى بالدعم والرعاية من كل الأطر الرسمية في البلد، وأنه عشان كذا لما أنتم تطلعون برا تنكشفون، وعشان كذا ما أنتم قادرين في آسيا تتجاوزون هذه المرحلة. وأصبح هناك محاولة الحقيقة ممنهجة ونفسية لترسيخ هذه الفكرة، حتى أنها بدأت توصل عند بعض مشجعي الاتحاد، مشجعي الهلال، أصبح عندهم هذه ردة الفعل، لا أنتم تكذبون، لا مو صحيح، بعدين يبتدي الصوت ينخفض. في جو عام لصناعة جو نفسي حوالين الهلال في هذه الجزئية، أنه نادي مدعوم يحظى بالدعم والرعاية، بطولاته غير قانونية يحظى بكل وسائل الرعاية، وعندما يرفع الغطاء المحلي السعودي عنه يتعرض للإخفاق. جميل، السؤال جميل، أشكرك عليه، أعطتني فرصة أني أنا أرد على الاتهامات اللي فعلا هي متداولة في الشارع الرياضي من لا يحبون الهلال أو ممن يعني ليسوا على يعني ود كبير بالهلال. أول شيء أقول أبو بدر أنه أذكر أنه الهلال أكثر نادي حقق بطولات آسيوية، هو نادي القرن، عشان كذا أخذ 6 بطولات آسيوية، وأقرب نادي له في آسيا كلها أخذ 3 بطولات. الهلال تأهل كأس نادي كأس الأندية كأس العالم أيام الأمير سعود بن تركي، وطلعت القرعة وألغيت البطولة لأسباب الكل يعرفها. الهلال أكثر فريق حصل، يعني أكثر فريق من يوم التحكيم الأجنبي جاء فاز بالتحكيم الأجنبي. الهلال أيضا يعني في المنافسات، يعني أنا أقول طبعا في ناس تقول إنه العالمية صعبة، صحيح العالمية صعبة، ولكن الطبيعي أن تكون المحلية أسهل، يعني ما أدري كيف تكون العالمية صعبة والمحلية يعني ما هي يعني إذا كانت المحلية سهلة ليش ما حد ينافس عليها بالطريقة اللي ينافس فيها الهلال؟ الشيء الثاني المهم كمان أبو بدر، يعني اللي أنا أبغى أوضحه، حكاية النفوذ، يعني حكاية إنه الهلال نادي له نفوذ، الكلام هذا أنا يعني أول شيء أنا ما أعتقد إنه في أحد له نفوذ مختلف عن أحد، يعني أعتقد إن إحنا في بلد يحكمها قانون وولاة أمرها حريصين على العدل والمساواة بين الجميع، وإذا كان الناس تلمح إلى مكانات اجتماعية، فأنا أحب أذكر إنه مثلا سمو الأمير خالد بن عبد الله مثلا هو رئيس المجلس الشرفي في الأهلي، سمو الأمير خالد بن سلطان هو الرئيس الفخري للشباب، الاتحاد أيضا في أشخاص لهم مكانة اجتماعية ولهم نفوذ، النصر كذلك. فما أدري إحنا ليش يكون نفوذنا في الهلال أكثر من هذه الأسماء اللي ذكرتها، يعني حدث العاقل بما لا يليق فإن صدقك فلا عقل له، يعني هذا الأمر يقال دائما للتقليل، من محاولة للتقليل يعني من إنجازات الهلال وذر الرماد في العيون. هذا الكلام لا يشغلنا كثيرا. عموما مثل ما قلت لك أبو بدر، إحنا أكثر نادي إلى الآن حقق الآسيوية، حققناها 6 مرات، وأقرب نادي لنا 3 مرات. وأحب أذكر أيضا منذ أن استلمت أنا الرئاسة، يعني من أول ما جيت أنا رئيس، لم يحقق أي نادي سعودي البطولة الآسيوية، هذا أمر لازم يكون واضح، يعني ما ننساه أبدا. تقصد لماذا يطالب الهلال وحده بتحقيق هذا اللقب بينما الآخرين؟ آخر بطولة تتذكر أبو بدر حققها الاتحاد عام 2005 أعتقد، إن كان ماني متأكد والله ما أدري، أو 2007 ماني متأكد. في ظل رئاسة مين سمو الأمير؟ يمكن الأخ حامد عندك يذكر متى آخر مرة 2004 2005 سنتين. 2004 2005، فأنا أقصد من أول ما أنا رأست الهلال لم يحقق أي نادي سعودي البطولة الآسيوية. فمن هالمنطلق يعني طبعا اتمنى ان شاء الله ان الاتحاد يحققها السنه الجايه ان شاء الله رب العالمين ويكرم، وان شاء الله يحققها نادي الاتحاد انه هو ممثلنا. ولكن يعني الكلام هذا يقال من باب ذر الرماد في العيون. الحمد لله رب العالمين احنا واثقين من نفسنا، نعرف انجازاتنا ونعرف ان احنا ان شاء الله مقبلين على خير ان شاء الله، والاسيويه ان شاء الله قريبا رب العالمين يكرمنا فيها مره اخرى. طيب سمو الامير، يعني ذكرت بطوله الاتحاد انه حقق بطوله الاسيويه اخر مره 2005، تذكر طبعا كان تحت رئاسه مين؟ منصور بلوي بالتاكيد. طيب يعني هناك في ربط طيب في هذه الجزئيه، انه يعني عشان كذا انت يعني هناك من اتهم لك اصابع في الموضوع، هناك اتحاديين يتهمون اطراف هلاليه، وبما انك انت الممثل الرسمي لنادي الهلال او ممثل الهلال الرسمي او اعلى مسؤول في الهلال الرسمي، انكم تسعون فعلا لابعاد الرجل، لان هذا الرجل هو الوحيد اللي استطاع يقول للهلال معلش انا اشاركك في القمه وليس انت وحدك تتحكم بالساحه الرياضيه في البلد. والله يا ابو بدر انا اخشى انه انا اتهم باني انا السبب وراء حملات الحلف الاطلسي على ليبيا، يعني كل شوي متهميني بشيء، يعني ما ادري وين هالنفوذ المزعوم اللي لي انا. الكلام هذا مو بمنطقي يعني بس تقول يعني يا امير تقول والطول يعني ما مره تسويها ما في نفوذ. الكل عارف يعني وش قصه الاخ منصور بلوي، ويعني يعني او الكل يخمن، وبالتاكيد اني انا ماني من احد التخمينات، يعني بالعقل وبالمنطق، يعني ما اعتقد انه انا عندي والله من النفوذ ما استطيع به انا امنع منصور بلوي او غيره من الوسط الرياضي، يعني ببساطه شديده. سمو الامير خالد عزيز، انت قاعد حاولت او عن طريق اطراف مرتبطه بك